تعال نشوف ردة فعل الكابتن حسين لبيب ما بين قوسين حنفي وموقفه مع نادي الزمالك في استكمال بطولة الدوري المصري، خصوصا بعد انسحابه من لقاء القمة أمام النادي الأهلي الثلاثاء الماضي 25 يونيو، وكيف رد عليه الموسيقار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وكيف وصف حنفي صاحب اللقب الجديد رئيس نادي الزمالك حسين لبيب. انا اؤكد ان الزمالك لن يلعب اي مباراه في الدور الثاني قبل اداء مباراه الدور الاول. على مسمع ومرأة من جمهور النادي الاهلي وكذلك جمهور نادي الزمالك قطبين الكره المصريه والجماهير في جميع انحاء الوطن العربي، لدرجه ان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قال لك ان كلمتي لا يمكن ان هي تنزل الارض ابدا. انت عارفه ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا. مش هستكمل بطوله الدوري واعلى ما في خل الرابطه واتحاد الكره المصري يركبوا، وكرامه نادي الزمالك فوق كل شيء، ونادي الزمالك لن يخوض اي مباراه في بطوله الدوري بما فيهم مباراه النادي الاهلي، ولكن نادي الزمالك عمل فيها 7 رجاله وانسحب من مباراه النادي الاهلي